الحقيقة يا بنات لقيت جوزي داخل عليا بالذرة وبيقول لي بقى قشريها وشويها لنا كده على النار وايه واعملي لنا بقى ايه احلى ذرة كده مشوية. خدتها بصراحة وعايزة اقول لكم عينيكم ما تشوف الا النور. فتحتها كده وابتديت ان انا اقشرها وتعالى اقول لكم عملت بيها ايه. بعد بقى ما قشرتها ابتديت اجيب حلة على النار فيها مية وابتديت احط فيها نص معلقة صغيرة من السكر، وكمان بقى اول ما غليت معايا نزلت بالذرة بتاعتنا زي ما انتم شايفين بعد ما قطعتها كده وسبتها بقى علشان تتسلق على النار. بعد كده بقى جبت كده الكيس الحراري، وعايزه اقول لكم بجد انا يعني مش عارفه، يعني الكيس ده انا ما بقتش اقدر استغنى عنه، فعلا فظيع يا جماعه فظيع. حطيت بقى في الذره بعد ما اتسلقت بعد ما صفيتها ورحت غسلاها بميه ساقعه علشان تحتفظ بلونها الجميل ده. قطعت بقى بطاطسيتين كده بالشكل ده مكعبات كده كبيره، وكمان بصلتين، وكمان قطعت شويه كده من الطماطم نصين، ما قطعتهمش اكتر من كده علشان ما يتبلوش معايا قوي اثناء عمليه التسويه. وحطيت بقى فلفل رومي احمر كده واخضر، وكمان فلفل حار، وتقدري طبعا تشيليه لو انت مش حابه. جبت بقى الفرخه اللي انا عايزه اقول لكم ان قبل ما هو يجيب لي الذره كنت انا متبلاها، وكانت في نيتي ان انا هشويها عادي في الصينيه كده في الفرن. بس عايزه اقول لكم لما جاب لي الذره بصوا يعني لا الموضوع اتغير خالص تماما يعني. جبت بقى الفرخه كنت متبلاها كده بتتبيله حلوه جدا هكتبها لكم تحت. وجبت بقى الصوص بتاعها بتاع التتبيله كده حطيته علشان الخضار كمان يتشرب من التتبيله اللي احنا متبلينها بيها. حطيت كمان معاها نص كوبايه كده من الميه، وابتديت بقى اجيب كده اقفل الكيس بتاعنا من فوق بالشكل ده كده بكل سهوله. عايزه اقول لكم الوصفه دي يا جماعه هتشوفوها بجد بجد هتعتمدوها بعد كده على طول. الذره يا جماعه مش للشوي بس، لا الذره طلع ليه استخدامات تانية حلوه جدا وخطيره. هنا بقى ابتديت اجيب صينيه بعد ما قفلت الكيس، وابتديت اجيب كده الستيكس، وابتديت ان انا اخرم بيها الكيس كده من فوق علشان ما يفرقعش معانا في الفرن لو احنا ما خرمناهوش عشان الحراره والسخونيه. وهنا بقى حطيت في الصينيه من تحت كده كوبايه من الميه، وشغلت بقى الفرن على درجه حراره 180، ونزلت الرف يعني قبل الاخير كده، ورحت حطاها بقى. قعدت معايا بالظبط نص ساعه، وهوريكم بعد النص ساعه بقى شكلها عامل ازاي. بصوا بقى طلعتها كده بعد النص ساعه، بصوا فظيعه فظيعه فظيعه. تعالوا بقى كده نشوف ونقلبها كده مع بعض، ونفتح الكيس ونقلب ونشوف الكلام على ايه. يلا يا بنات بقى لو وصلتوا يا ريت لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. قلبتها بقى بالشكل ده، طبعا الكيس سخن جدا جدا. بصوا عايزه اقول لكم ريحه جباره جباره، وبصوا بقى اللون بتاع الفراخ فظيعه. التسويه مش قادره اوصف لكم جمال وحلاوه التسويه. بصوا والذره بجد اديتها طعم ولون بصوا خطير خطير خطير. هنا بقى رحت بقى ايه لقيتها بقى كده بصوا لونها فظيع، ممكن بقى تاكلوها كده. رحت مشغله الشوايه عليها علشان ادخلها الفرن تاني تاخد بس لون كده من فوق وتتحمر معانا لو انتوا حابين. انا طبعا دخلتها الفرن، ممكن انتوا لو مش عايزين تقدروا ما تدخلوهاش تاني الفرن زي ما انتوا عايزين. دخلتها يا دوبك 10 دقايق بس تحت الشوايه وطلعت معانا الشكل والجمال ده بجد خطيره خطيره خطيره. عايزه اقول لكم جوزي بقى اتفاجئ بيها وقال لي لا بجد طعمها بجد خطير. تعالوا بقى نخرج العظم كده. بصوا الدبوس العظمه بتخرج كده بكل سهوله، ده بصوا يعني تسويه بجد عالميه، والصدر بقى مستوي بجد خطير، وطعمها بقى حلو جدا جدا وبألف هنا وشفا. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.